بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب تالتة إعدادي، Welcome to the full marks in English with Mr. محمد كامل. دلوقتي إن شاء الله هنراجع مع بعض أهم كلمات الترم التاني. أول كلمة absorb اللي هي معناها يمتص، بقول معناها taken liquid يمتص السائل أو الغازات خلال السيرفس من خلال السطح، يبقى absorb يعني يمتص. according to يعني وفقا لي أو بناء على، as said كما قيل by someone or as shown by something. active لمعناها نشيط، طبعا الأوبزيت منها أو الأنتونيم inactive بنحط لها in في الأول prefix يعني. دي active نشيط. someone who is active can move and do things easily. air conditioning اللي هو تكييف الهواء اللي بيخلي الغرفة أو المنزل أو كده cool يعني بارد رطب. or warm أو دافئ يعني تكييف سواء بارد أو ساخن يعني. apparently اللي هي معناها بوضوح. according to what you have heard is true يعني من خلال ما سمعت بيكون الشيء ده حقيقي فيبقى بوضوح apparently. assistant اللي معناها مساعد شخص، helps بيساعد a person. astronaut اللي هو رائد فضاء شخص بيسافر في الفضاء travels to space. avoid يتجنب، deliberately يعني بتعمد deliberately بتعمد. stay away يبقى بعيدا. ناخد بالنا ان كلمة away حرف ال A من نفس الكلمة مش لوحدها مش منفصلة، بس stay away from يبقى بعيدا عن، أو keep away from يبقى بعيدا عن. بامبو اللي هو نبات الخيزران اللي بتصنع منه كابس أو تشيرز أو كده. باتري اللي هي معناها بطارية، طبعا شيء gives power يعطي طاقة. بريسز اللي هي دعامة تقويم الأسنان، بريسز الناس بتضعها to make their teeth straight عشان تخلي أسنانها مستقيمة. broadcasting اللي هي معناها إيه؟ برافو الإذاعة. the business of making television or radio programs صنع أو بث برامج الراديو الإذاعة أو التلفزيون. burst اللي هي معناها ينفجر. break open suddenly or make something do this. business a place that makes sells things or services مكان بيبيع أو بيصنع الأشياء. كلمة business اللي هي معناها العمل ده ملهاش جمع، لما بنجمعها ونقول a business أو businesses دي بتبقى معناها شركة يعني. كاميرا اوبريتور اللي هو رجل الكاميرا اللي بيشغل الكاميرا في تصوير مثلا الافلام او التلفزيون او كده، ده غير طبعا الفوتوغرافر اللي هو المصور اللي بيستخدم الكاميرا في التصوير، ده كاميرا اوبريتور. a person whose job is to film things for television بيصور اشياء للتلفزيون. كاراكال هو قط بري كاراكال. cashless without using money بدون دفع نقدا يعني cashless ليس نقدا، عن طريق أي دفع عن طريق أي وسائل تانية غير الكاش. كربون دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون اللي هو غاز which we breathe out إحنا بنخرجه في الزفير يعني، which is produced by burning fossil fuels وبرضه بينتج عن طريق حرق الوقود الحفري fossil fuels. إنما طبعا الأشجار بتمتص absorb carbon dioxide and breathe out oxygen. carriage خد بالنا من السبيلنج اللي هي العربة أو المركبة اللي بتجر pulled by a horse. climate change تغير المناخ هو الطقس يعني طريقة تغير الطقس the weather changes. coastal بتصف الأرض land اللي بتكون next to the sea بجوار البحر، يبقى coastal يعني ساحلي. confused مرتبك أو متحير. unable غير قادر، ناخد بالنا إن كلمة able يعني قادر، الأوبزيت منها unable غير قادر. ability يعني القدرة، الأوبزيت منها inability بالآي إن عدم القدرة. وناخد بالنا بقى ان في disability يعني الاعاقه،
disabled اللي هو المعاق. يبقى unable يعني غير قادر انه يفهم شيء بوضوح، فيبقى الشخص دوت confused. continent يعني قارات، طبعا زي افريكا ويوروب وايشيا. بعد كده كلمة controls اللي هي مفاتيح التحكم او الاشياء اللي بتستخدم to operate عشان نشغل a vehicle مركبة or machine. create معناها make or produce. create ينشئ أو يخلق، زي produce ينتج، make يصنع. cross لما تكون verb معناها يعبر. لما تكون adjective زي ما هي قدامنا كده adjective صفة يبقى معناها غاضب angry or annoyed، غاضب متضايق منزعج annoyed. cycle lane اللي هي حارة ركوب الدراجات a special area منطقة كده often on or near a road for people to cycle on للناس عشان تركب على الدراجات. definitely بالتأكيد بتساوي certainly بالتأكيد without doubt بدون شك definitely بالتأكيد. deforestation اللي هي إزالة الغابات اللي هي cutting down of trees طبعا in a large area في منطقة كبيرة يعني دي اسمها deforestation إزالة الغابات. or the destruction of forests تدمير الغابات. destruction تدمير جاي من destroy يدمر of forests تدمير الغابات. desertification اللي هي التصحر changing an area into desert إنك تحول منطقة إلى صحراء دي اسمها desertification التصحر. أما قطع الأشجار اسمه deforestation. destroy يدمر اللي بتساوي damage. device يعني جهاز بتساوي a machine or equipment for a particular job لوظيفة معينة. a particular وظيفة خاصة معينة particular. distance يعني مسافة، بقول how much space الفضاء أو المسافة أو المساحة between two places بين مكانين أو بين شيئين المسافة بينهم اسمها distance ديت noun. أما الادجكتيف منها distant يعني بعيد distant بالتي. district يعني منطقة an area of a town منطقة أو ضاحية منطقة من مدينة أو city أو the countryside أو من الريف منطقة يعني area district. e-sports player لاعب ألعاب إلكترونية. a player of online video games بيلعب ألعاب أونلاين. editor اللي هو المحرر أو رئيس التحرير الشخص اللي بتكون وظيفته whose job اللي وظيفته is to choose what should be in a newspaper ايه اللي المفروض يكون في الجريدة أو المجلة إلى آخره. it's دي يعني إلى آخره etc. and who checks وبيفحص the information and language ويفحص بقى المعلومة واللغة وإيه اللي المفروض الخبر ده يتحط ولا ما يتحطش وكده ده اسمه editor. energy saving ناخد بالنا من الشرطة الصغيرة بينهم. energy saving light bulb يعني لمبة إنارة موفرة للطاقة. a glass object شيء كده من المعدن الزجاج that uses less electricity than usual بيستخدم طاقة أقل من المعتاد to give light ليعطي الضوء. فيبقى دوت مصباح كهربائي موفر للطاقة energy saving. enormous اللي معناها very big أو معناها huge يعني ضخم. طبعا enormous يعني هائل أو ضخم very big أو huge. طبعا عكسهم الأوبزيت tiny tiny الأنتونيم بتاعتها. بعد كده كلمة fabric بقول كلوث القماش or material أو المادة fabric which can be used to make clothes bags etc. فالفابريك ده بيكون المادة أو القماش اللي بتصنع منه حاجات. farming اللي هي الزراعة طبعا جاية من كلمة farm حطينا لها اي ان جي اهي. وال the business of growing crops العمل بتاع زراعة المحاصيل crops والاعتناء looking after animals for food والاعتناء بالحيوانات فاللي هي الفلاحة يعني الزراعة
وتربية الحيوانات وكده، دي فارمنج، العمل في المزرعة. feed يعني يطعم، دي معناته give food، يعطي طعام، طبعا to a person or an animal أو كده. fellow another word for man، كلمة رجل معناها برضو fellow، رجل أو شخص أو كده. female دي a girl or woman، طبعا عكسها male، female طبعا يعني أنثى، عكسها male. festival مهرجان، a day or time for people to celebrate something، يحتفل به شيء. festival يعني مهرجان، يوم أو وقت الناس بتحتفل، celebrate something، يحتفلوا بشيء. fill اللي معناها يملأ، يجعل شيء full يعني مملوء، full ممتلئ. so there is no space for any more of something، بيملأ fill. طبعا احنا واخدين fill in يملأ بيانات. fossil اللي هي الحفرية، دي بيقول جزء من النبات أو الحيوان عاشت thousands of years ago، منذ آلاف السنين، which is now rock، بتبقى دلوقتي صخرة. عبارة بقى عن بقايا remains، يعني بقايا remains REMAINS of animal bones or plants أو كده. fossil fuel الوقود الحفري، natural material such as petrol زي البنزين أو البترول يعني، and oil اللي هو البترول، that you can burn for energy، دي الوقود الحفري زي البترول والبنزين أو مشتقات النفط وكده. frog اللي هي الضفدعة، a small green animal with long black legs that lives in or near water، بتعيش بالقرب من المياه في الويت لاندز، في الأراضي اللي هي الويت لاندز المبتلة أو الرطبة يعني. fur اللي هو الفرو، the thick hair شعر الكثيف that covers the body of an animal، يغطي جسم الحيوان. governor اللي هو المحافظ أو الحاكم، الشخص اللي rules يحكم a city or area، يحكم مدينة أو منطقة. أما president ده الرئيس اللي بيحكم الدولة. grain الحبوب، ده seed، seed يعني بذرة، or seeds سواء بذرة أو بذور يعني from a plant that you can eat، الحبوب اللي بتاكلها من النباتات يعني. GPS ده اختصار Global Positioning System، نظام تحديد المواقع العالمي، Global يعني عالمي، Positioning تحديد المواقع، System ده يعني نظام. فالGPS دوت نظام for finding how to find something or to get to a place، get to يعني يصل إلى a place using satellites. graduate يعني يتخرج، graduate from يتخرج من، ولو قلنا عن شخص إن هو a graduate يعني خريج of، يبقى graduate معناها succeed in passing your exams at university، ينجح في اجتياز الاختبار في الجامعة university. gravity الجاذبية، ديت the force القوة that causes things to fall to the ground، تجعل الأشياء تنزل على الأرض، طبعا دي الجاذبية، فبقى gravity. grassland اللي هي الأراضي العشبية، a large natural area منطقة طبيعية of land which is mostly grass، يعني في الأغلب بتكون فيها grass حشائش. جرين هاوس جاس غاز من غازات الاحتباس الحراري، بقول a gas in the air such as carbon dioxide زي مثلا ثاني أكسيد الكربون، which can cause global warming، ممكن يسبب الاحتباس الحراري global warming اللي هو زيادة درجة الحرارة في العالم يعني. habitat اللي هو بيئة أو موطن the natural home of an animal or plant، بيئة أو موطن حيوان أو نبات يعني. helmet اللي هي الخوذة a special hard hat، قبعة يعني هي الخوذة helmet used to protect the head، بتستخدم لتحمي الرأس. initiative يعني مبادرة something to improve a difficult situation، شيء بيحسن موقف صعب initiative. ink اللي هو الحبر، ده عبارة عن سائل liquid بيستخدم في البرينترز في الطابعات أو بنز الأقلام من أجل الكتابة طبعا أو الرسم أو كده. internship اللي هي فترة التدريب when you work عندما تعمل
عندما تعمل often without pay غالبا بدون راتب أو بدون مال يعني. to learn about a job فترة تدريب بتتدرب فيها فتبقى ديت internship. interrupt يعني يقاطع. if you interrupt someone لو قاطعت شخص يبقى أنت بتتكلم speak to stop someone else from speaking تخليه بيتكلم وبتقاطعه فيبقى دي interrupt يعني يقاطع. interview اللي هي المقابلة أو يقابل. if you interview someone you ask them questions about themselves بتعمل معاه مقابلة أو حوار يعني فبتسأله أسئلة عن نفسه دي مقابلة interview. in vain اللي معناها بدون جدوى دي معناها لو أنت عملت شيء in vain بلا جدوى بلا فائدة يبقى أنت بتعمله unsuccessfully بلا نجاح بدون جدوى without success بدون نجاح. بعد كده كلمة journalist اللي هو الصحفي ده الشخص اللي وظيفته whose job اللي وظيفته انه رايت يكتب نيوز اخبار and articles ومقالات for newspapers magazines websites ده بيكتب اخبار ومقالات. انما الاديتور اللي هو تشيكس بيفحص الاخبار وبيحدد ايه اللي يوضع واللي لا. بعد كده كلمة كيب اللي هي معناها يحافظ على ولا معنى يستمر لو جه وراها فيرب بنحط فيها اي ان جي. keep معنى يستمر continue يستمر doing or do again and again بيستمر في فعل الشيء again and again يبقى keep دي معناها continue doing. label هي معناها ورقة البيانات أو اللافتة أو يضع البيانات على حاجة. بقول a word or phrase كلمة أو عبارة بتشرح explain الأشياء في صورة أو diagram أو في شكل توضيحي أو كده. landfill site معروفة طبعا a place where rubbish is taken مكان تؤخذ فيه القمامة often to be buried عشان تدفن under the ground يبقى landfill site موقع دفن النفايات. landscape اللي هي التضاريس a view showing an area of land منظر كده بيبين المنطقة من الأرض طبيعة المنطقة دي landscape. law اللي هي معناها القانون LAW إنما law اللي هي LOW يعني منخفض دي معناها القانون بالA LAW ده معناها القانون ألف فوات عشان مش ننساها يبقى بالA. the rules that people in a country or place must follow القواعد rules القواعد اللي الناس في دولة أو في مكان يجب أن يتبعوها. length اللي هو الطول ده معناه how long something is كم الطول how long لا معنى كم للمدة الزمنية ولا معنى كم للطول الأفقي زي طول نهر النيل مثلا how long is the river Nile يبقى length يعني الطول. في lens اللي معناها العدسة a piece of glass used in cameras or glasses or on glasses أو في النظارة يعني العدسة تستخدم في الكاميرا أو في النظارات أو كده تجعل الأشياء look bigger or smaller تكبر أو تصغر. light bulb اللي هو المصباح الكهربائي likely يعني من المحتمل معناها probably من المحتمل probably going to happen or probably true المحتمل يبقى likely معناها probably likely من المحتمل. linguist اللي هو عالم أو دارس لغويات أو مختص باللغويات الشخص اللي هو studies foreign language الشخص اللي بيدرس اللغات يبقى دوت linguist. loom ماشين يعني آلة بتستخدم for weaving للنسيج loom اللي هو النول الأداة اللي بيستخدموها عشان يعملوا النسيج. mangrove tree شجرة المانجروف a small tree شجرة صغيرة with roots بجذور فوق الأرض above the ground بتنمو قريبة من الساحل أو الأنهار. طبعا ما تلخبطش بينها وبين البامبو اللي هو الخيزران اللي بتصنع منه الكابس والتشيرز أكواب وكراسي وكده ودي كانت بتبقى تول تري شجرة طويلة. ماراثون الماراثون سباق الجري a running race of around 42 kilometers. ميديا اللي هي وسائل الإعلام زي الجرائد newspapers والمجازينز المجلات والراديو والتلفزيون وكده والإنترنت وكل forms of communication وسائل التواصل اللي بتعطي أخبار.
meeting يعني اجتماع، جاي من فعل meet يعني يقابل، طبعا حطينا لها السفكس ing عشان نخليها noun. a situation when groups of people meet حيث الناس تلتقي to discuss لكي يناقشوا شيئا ما. طبعا discuss يناقش، منها discussion مناقشة. ميثين اللي هو غاز الميثان دوت natural gas غاز طبيعي بينتج produced by animals and dead plants والنباتات الميتة. mongoose اللي هو الحيوان صغير اللي هو النمس، حيوان صغير with a long body and tail وطبعا له فرو وكده، بيعيش lives in Africa and Asia. monorail a railway system نظام سكة حديد that uses a single rail بيستخدم خط واحد usually high above the ground بيكون عالي عن الأرض، ده اللي هو القطار الأحادي monorail. news reader اللي هو قارئ الأخبار a person whose job وظيفته to read يقرأ the news on TV أو الراديو، بيقرأ الأخبار، ده اسمه نيوز ريدر، بيقرأ الأخبار. يعني مثلا نقول ده صوته كويس أو صوتها كويسة يبقى ينفع يكون نيوز ريدر. نورمال يعني عادي وعكسها أب نورمال بالأي بي، عكسها أب نورمال. أب نورمال طبعا هنا نورمال معناها يوجوال يعني عادي، not different ليس مختلف، common يعني شائع. طيب oasis واحة ديت area in the desert منطقة في الصحراء where you can find water حيث تستطيع أن تجد الماء find water. online learning التعلم online، طبعا ده education or teaching that you can have on the internet. orangutan a large animal حيوان اللي هو إنسان الغاب، حيوان with long red hair شعر أحمر طويل and long arms وأذرع طويلة which lives in the trees of Indonesia بيعيش في أشجار إندونيسيا. orbit يعني يدور حول، بتساوي move around. بول a star يعني نجم or planet أو كوكب. owner يعني مالك اللي هو صاحب الشيء أو كده. photographer مصور اللي وظيفته take photographs يلتقط صور. pipe اللي هي ماسورة، بول a long thin piece قطعة من المعدن أو البلاستيك used تستخدم to carry water لتحمل المياه أو gas etc. often under the ground or through buildings. polar يعني قطبي بتصف الأشياء اللي لها علاقة بالنورث أو الساوث بولز الأقطاب أو القطبين سواء الشمالي أو الجنوبي، دب اسمه بولر يعني قطبي بيعيش في المناطق القطبية. بولار بير الدب القطبي، بير دب بيعيش on the ice على التلج في الأركتيك في المنطقة القطبية. powers قوة، جمع باور يعني قوة، دي special abilities قدرات خاصة، ability يعني قدرة، قدرات خاصة special abilities. presenter اللي هو المقدم، الشخص اللي بيقدم introduce the different parts of a television or radio show اللي بيقدم البرامج، ده اسمه سواء راديو أو تي في بريزنتر. preserved يعني محفوظ، لو الشيء preserved ده معناه انه kept safe ان هو محفوظ بأمان. preserved يعني ليس not damaged ليس مدمرا أو destroyed ليس مدمرا أو متلفا يعني. printer cartridge الجزء البلاستيك اللي بيحتوي على وبيزود ink for a printer الحبر للطبعة، الجزء دوت اسمه cartridge printer cartridge. probably يعني من المحتمل اللي هي بتساوي likely، ناخد بالنا ان كلمة likely من المحتمل عكسها unlikely من غير المحتمل. probably معناه almost certain يعني تقريبا متأكد بس مش متأكد قوي يعني almost تقريبا. produce يعني ينتج بتساوي make or create، نفرق بين produce وبين introduce معناها introduce يعني يقدم، وبين reduce يعني يقلل reduce. professional qualification مؤهل مهني
الشيء اللي بيبين ان انت لديك سبيشال تريننج، تدريب خاص انك تعمل وظيفة معينة، ده اسمه بروفيشنال كواليفيكيشن. بروميس يعني وعد او يعد فعل، لما بيجي فعل وبيجي بعده مفعول يبقى تو المصدر. he promised me وعدني to study hard أن يذاكر بجد، أو he promised me not to وعدني ألا waste his time ألا يضيع وقته. كلمة definitely دي معناها بالتأكيد definitely. researcher يعني الباحث، الشخص اللي وظيفته research information أو do research يعمل بحث، do research on يؤدي بحثا عن أو على. retire اللي معناه يتقاعد، stop working usually because a person is old يتوقف عن العمل لأنه كبر فبيتقاعد ويتحال على المعاش وكده. retire ده الفيرب الفعل، retired يعني متقاعد، الشخص اللي بيكون بقى متقاعد نقول عليه retired. reusable قابل لإعادة الاستخدام، able to be used again يمكن أن يستخدم مرة ثانية، reusable. reuse يعيد الاستخدام يعني use again. researcher اللي هو الباحث، قلنا الشخص اللي بيدرس موضوع in detail بالتفصيل. in order to يعني لكي. discover new facts or test new ideas. researcher يعني باحث. rising sea levels مستويات البحر المرتفعة، levels مستويات أو منسوب. robotics engineer مهندس أو الشخص اللي وظيفته إنه يصمم أو يعمل مع أو بيشتغل في الروبوتس أجهزة الإنسان الآلي، مهندس روبوتات يعني. robotics engineer. radio presenter الشخص اللي وظيفته whose job إنه يقدم برامج في الراديو، اللي بيقرأ الأخبار اسمه نيوز ريدر، اللي بيقدم برامج في الراديو اسمه راديو بريزنتر، في التلفزيون يبقى تي في بريزنتر. ريتشارجبل باتريز بطاريات قابلة لإعادة الشحن، ريتشارجبل يعني الشيء ممكن يعطي باور قوة أو طاقة، يعني تو ماشين للآلة أو اللعبة أو السيارة أو كده، اللي أنت تقدر تستمر continue to add energy so they continue to work. ولذلك يعني قابلة للشحن ريتشارجبل بتتشحن مرة تانية. ريسايكل يعيد استخدام يعيد تدوير، ريسايكل يعني يستخدم الشيء مرة ثانية، زي مثلا old bottle or plastic زجاجة قديمة أو بلاستيك بيعيد استخدامه ريسايكل يعيد تدويره يعني. region يعني منطقة، an area of a country منطقة، فاكرين احنا كلمة district يعني منطقة برضو أو ضحية. remote يعني بعيد، very far from remote from large cities بعيد عن المدن، فاكرين احنا كلمة urban يعني حضري يعني له علاقة بالمدن، وفاكرين rural يعني ريفي أو قروي متعلق بالريف. طبعا ريموت يعني بعيد بتساوي كلمة far بعيد عكس كلمة close اللي معناها قريب. ريموت كنترول طبعا جهاز التحكم، ماشين that you can control from far away تتحكم بها من بعيد. renewable energy الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الطبيعية اللي لا تختفي doesn't disappear أو لا تحترق when you use it أو ما بتخلصش، زي الشمس والرياح وكده، ديت renewable. عكسها non renewable غير متجدد. report يعني تقرير أو يبلغ، هنا فعل معناه يبلغ. give news يعطي الأخبار أو المعلومات usually about the news غالبا عن الأخبار يعني، ولذلك جاي منها ريبورتر اللي هو المراسل. ساتلايت قمر صناعي دي ماشين آلة بتدور حول الأرض علشان ترسل أو بتجمع معلومات، آلة بتدور حول الأرض ساتلايت اللي هو القمر الصناعي. ساتلايت ريسيفر جهاز استقبال، a machine آلة which can receive ممكن تستلم or read information that is sent by a satellite. يبقى ساتلايت القمر الصناعي دوت بيدور حول الأرض بيرسل المعلومات، اللي بيتلقاها بقى اللي هو ساتلايت ريسيفر جهاز الاستقبال. سي جراس الأعشاب البحرية نبات بيعيش in the sea في البحر عادة بالقرب من الكوست اللي هو الساحل. سيدلينج
اللي هي الشتلة الشجيرة. small plant نبات صغير بيكون بدأ إن هو ينمو كده from a seed من البذرة. خلي بالكم إن البذرة seed طبعا أصغر من الشتلة seedling. يبقى seedling اللي هي الشتلة شجرة صغيرة، إنما seed يعني بذرة. sensor اللي هو مستشعر، شيء ممكن يقيس measure small amounts كميات صغيرة of light من الضوء أو الحرارة أو الصوت. set up يعني ينشئ أو يبدأ business. set up تساوي start a business. shape يعني شكل. the form made by the outside of something for example a square اللي هو طبعا مربع square أو circle دايرة triangle مثلث etc. يبقى ده الشيب يعني شكل. stable اللي هو الاسطبل بتاع الخيول. a building مبنى الناس بتحتفظ فيه أو بتربي فيه horses الخيول. signal يعني إشارة طبعا بترسل by sound أو light etc. إشارة بترسل بالصوت أو بالضوء أو كده. وخلي بالكم برضو التليفون إشارة التليفون اسمها signal موبايل signal أو phone signal. skill اللي هي مهارة القدرة إنك تفعل شيء. ability قدرة إنك تفعل شيء. slow down يعني يبطئ أو يقلل تساوي reduce يقلل. how fast something goes بيقلل السرعة اللي الشيء بيمشي بيها دي اسمها slow down يعني يبطئ. solar energy الطاقة الشمسية اللي جاية من الشمس sun لأن solar معناها شمسي صفة من كلمة the sun الشمس. solar farm مزرعة شمسية منطقة فيها solar panels اللي هي ألواح الطاقة الشمسية اللي بتزود provide electricity يعني give electricity تعطي electricity الكهرباء. solar system النظام الشمسي اللي هي المجموعة الشمسية all the planets كل الكواكب and their moons والأقمار بتدور حول الشمس دي كلها اسمها solar system. solution يعني حل طريقة a way to deal with طريقة بنتعامل بها أو answer بنجاوب بيها a puzzle لغز أو question أو سؤال أو كده فده يبقى اسمه solution حل. source يعني مصدر سواء شخص أو شيء أو مكان بيعطي معلومات ده المصدر. space station محطة الفضاء دوت a large satellite قمر صناعي كبير بيدور حول الأرض اللي رواد الفضاء ممكن يعيشوا فيه ويعملوا فيه ليدرسوا مثلا الفضاء ساعات بيقعدوا فيه بالأشهر يعني for months ده اسمه سبيس ستيشن محطة الفضاء. غير سبيس كرافت اللي هي سفينة الفضاء اللي بتسافر بيهم للفضاء. يبقى سبيشيز اللي هو سلالة أو فصيلة مجموعة من الحيوانات أو النباتات أو الطيور من نفس النوع of the same kind دي اسمها سبيشيز. stable قلنا عليه مكان a place where horses sleep اللي هو الاسطبل يعني. stuck يعني عالق not able to be moved مش قادر ان هو يتحرك او not able to move او انه يحرك زي مثلا شخص مثلا عالق في البيت لان في فيضانات مش عارف يخرج من البيت او في المرور لان المرور زحمه وكده. surrounded by محاط بيه everywhere around you كل مكان حولك. sustainable يعني مستدام بتساوي renewable متجدد وبرضه ما يكون معناها causing little or no damage بيسبب تلف قليل او ما بيسببش تلف اصلا to the environment فده sustainable. 3D printer a machine that can make copies ممكن تعمل نسخ من الشيء ككل فدوت طبعة ثلاثية الأبعاد. تلسكوب طبعا دي آلة بتجعل الأشياء البعيدة far away بتجعلها look nearer تبدو أقرب. temperature درجة الحرارة اللي هي how hot or cold something is درجة حرارة يعني الجو بارد قد إيه أو حر قد إيه ده temperature درجة الحرارة. thread يعني خيط a long piece of cotton أو silk etc which people can use to sew يعني يخيط or make clothes أو يعملوا ملابس. toiler يعني عامل مجتهد someone who is working hard يعمل بجد. train اللي معناه يتدرب to prepare for a sports event يتدرب ليه أو بيجهز نفسه
لحدث رياضي by exercising عن طريق التمرن والتدريب وكده. treat اللي هي معناها يعامل. behave يعني يتصرف towards someone in a certain way، يتصرف بطريقة معينة، سواء بيعامله كويس بيعامله وحش، يبقى دي treat يعني يعامل. twice يعني مرتين. two times يعني مرتين. two times. virtual reality اللي هو الواقع الافتراضي. when a computer makes you think that you are in a real place using pictures and sound. بعض الالعاب وبعض الحاجات كده في الكمبيوتر باستخدام الحاجات ديت بتحس ان انت في قلب الحدث نفسه، فاسمه دوت فيرتشوال رياليتي. حتى ساعات بيلبسوا نظارات معينه كده والات معينه عشان يحس ان هو في نفس الموضوع. حتى برضو في فيرتشوال جيمز، العاب افتراضيه اللي بتحسسك ان انت في الواقع نفسه. فويس يعني صوت، صوت انسان طبعا. the sounds that you make when you speak or sing. فويس يعني صوت بشري. warning تحذير، طبعا تحذير معروفة يعني ما يكون في something dangerous أو كده. weaver اللي هو النساج، الشخص who makes cloth by weaving، بيعمل ملابس عن طريق النسيج. weaving طبعا بيستخدم اللي هو النول اللي هو لوم LOOM. weaver قلنا النساج. weaving اللي هو النسيج نفسه. the art of making cloth by crossing threads اللي هي الخيوط using a special machine. web designer اللي هو مصمم المواقع. a person who designs بيصمم web sites، web sites المواقع الإلكترونية. or pages أو الصفحات on web sites، بيصمم المواقع أو الصفحات على المواقع ديت. بعد كده wetland منطقة من الأرض an area of land that often flooded by water، دايما فيها مية بس مش لازم يكون مطر، يعني ممكن ما يبقاش فيها مطر كتير، مش دايما فيها أمطار بس دايما بيكون فيها مياه ووتر، دي اسمها wetland. wireless اللي هو اللاسلكي able to use the internet without wires، انه يستخدم الادوات والاجهزه without wires بدون اسلاك without wires. witness اللي معناها شاهد a person who has seen an accident، الشخص اللي بيكون شاف حادثه او crime جريمه etc الى اخره. and can tell the police about it، وممكن يخبر البوليس عنها، اللي هو طبعا witness يعني شاهد. wonder اللي هي طبعا دي بالاو معناها اعجوبه، جايه من يعني او بتكون برضو فعل معناها يتعجب او يتساءل، وجاي منها wonderful رائع. المهم ان wonder بالاو يعني اعجوبه، بقول شيء something that makes you feel it is beautiful or amazing، شيء بيخليك تشعر ان هو beautiful جميل or amazing مذهل. فوندر ديت يعني اعجوبه، انما وندر بالايه يعني يتجول. وبكده يا سنه ثالثه نكون وصلنا لنهايه جزء اهم كلمات الترم الثاني. اتمنى تكونوا استفدتم واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب تالتة إعدادي، Welcome to the full marks in English with Mr. محمد كامل. هنحل مع بعض دلوقتي إن شاء الله جمل choose. طبعا ده السؤال الرابع في الامتحان. إن شاء الله الجمل ديت هي أهم الجمل اللي في الترم الثاني، واللي إن شاء الله غالبا هيجي منها الجمل choose في الامتحان. أول جملة عندنا بقول the natural home. home طبعا عارفين يعني بيت. طب البيت of a plant or animal للنبات أو الحيوان، والموطن أو البيئة بتاعته، يبقى كلمة habitat اللي هي معناها موطن أو بيئة. طبعا ما نتلخبطش بينها وبين كلمة habit اللي هي معناها عادة. نمبر 2 علاء will reread. طبعا reread يعني يعيد قراءة. بقول هنا the prefix البريفكس re means to read it طبعا again، يبقى معناها انه يعيد القراءة مرة ثانية. يعني الار اي معناه في الافعال لما يكون مثلا زي ريريد ريرايت ريسايكل ريوز معناه يعيد الفعل دوت، او مثلا ريبلاي يعني يعيد لعب او يعيد تشغيل. نمبر 3 we should protect our planet. بقول كلمة protect اللي هي معناها ايه؟ يحمي. برافو عليكم. similar مرادفة لي او مشابهة لي طبعا كلمة save يعني ينقذ. نمبر 4 ايه الكلمة اللي هي is an area in the desert منطقة في الصحراء
where you can find water تجد فيها المياه، وحتى بيقول بعدها and it's always green ودايما خضراء. طبعا كلمة oasis يعني واحة. Number 5 space is the cutting down of trees. قطع الأشجار ده اسمه إيه طبعا؟ deforestation اللي هو إزالة الغابات. جنبها طبعا كلمة desertification اللي هي التصحر. Number 6 the antonym of kind. وناخد بالنا كلمة antonym يعني المضاد. مضاد كلمة kind. kind لها معنى طيب ولها معنى نوع. طبعا هو يقصد هنا معناها طيب أو عطوف. المضاد منها إيه في الكلمات ديت؟ برافو عليكم. cruel يعني قاسي. Number 7 many ancient are found in Fayoum depression. في منخفض الفيوم. These are bones of animals. عظام الحيوانات. دي اسمها ايه؟ ايوه fossils اللي هي الحفريات. fossils. Number 8 the pharaohs اللي هم الفراعنة preserved their bodies well. طبعا عارفين preserve يعني يحفظ. فهنا بيقول this means هذا يعني كلمة preserve بقى ان هم they طبعا kept them well يعني كانوا بيحافظوا عليهم. طبعا kept دي التصريف الثاني من keep. Number 9 remote اللي معناها بعيد means بتعني معناها طبعا far يعني بعيد. أما كلمة close اللي هي معناها قريب ده لو بيسألنا عن الانتونيم أو الأوبزيت العكس أو المضاد من كلمة remote. يبقى remote يعني بعيد بتساوي far. Number 10 space means the way in which a person lives. الطريقة اللي الشخص بيعيش بيها. الطريقة دي تبقى ايه؟ برافو عليكم. life style أسلوب الحياة. Number 11 the word strange. كلمة strange اللي معناها غريب بتعني means بتعني ايه؟ هل بتعني usual عادي ولا unusual غير عادي ولا common يعني شائع؟ طبعا غريب بتعني unusual غير عادي unusual. Number 12 we add the suffix. طبعا suffix اللي هي الحروف اللي بتضع في النهاية اللي هي اللاحقة. we add the suffix to change the word appear into a noun. كلمة appear اللي معناها يظهر وعكسها disappear يختفي علشان نخليها noun اسم بمعنى الظهور يبقى طبعا appearance الظهور يبقى appearance. Number 13 you should وبعدين making bad friends أصدقاء سيئين يبقى أنت ينبغي إنك إيه؟ avoid تتجنب تكوين الصداقات أو الأصدقاء السيئين. طبعا أنتوا عارفين إن avoid لو جه وراه verb بنحط فيه ing أو يجي وراه النون. Number 14 the ability to do القدرة أن تفعل شيء well بطريقة جيدة دي اسمها skill مهارة. Number 15 there are more floods يعني فيضانات أكثر in many countries because of rising sea. طبعا كلمة احنا حافظينها اللي هي معناها مستويات أو منسوب يعني يبقى هنا كلمة levels rising sea levels. Number 16 the verb avoid اللي قلنا معناه يتجنب means to يعني أن from doing something. ناخد بالنا إن احنا عندنا keep away أو لو stay away بس تكون away على بعضها ما تكونش الآ لوحدها وكلمة way لوحدها لأن في الحالة دي كلمة way لوحدها كده دي معناها طريق أو طريقة. أما away على بعضها ديت معناها بعيدا فيبقى keep away زي كده. ولو في stay away بس تكون كلمة away على بعضها ما تكونش الآ بعيدة عن كلمة way. طيب يبقى بعد كده 17 is a greenhouse gas غاز من غازات الاحتباس الحراري اللي بيسبب الاحتباس الحراري. طبعا ده غاز الميثان اللي هو غاز الميثان يعني ميثان. Number 18 the energy we get from the sun الطاقة اللي بنحصل عليها من الشمس from the sun sun اللي هي الشمس. أما شمسي يعني solar يبقى solar energy. طب المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي solar system يبقى الصفة أو الادجكتيف من كلمة sun اللي هي الشمس solar. Number 19
we add the prefix to the word cycle to mean use something again. قلناها قبل كده. البريفكس اللي بتاعنا again طبعا اللي هي RE. Number 20. My cotton jacket absorbs. احنا عارفين absorb يعني ايه؟ برافو، يمتص. بقول كلمة absorbs هنا like يعني مثل. like زي كلمة ايه؟ طبعا takes in، يمتص. Number 21. We can get an adjective from the verb renew. renew يعني يجدد. ممكن نجيب منها الادجective الصفة فتبقى renewable يعني متجدد. Number 23. Number 22. Points is damage. damage يعني تلف، أو damage يعني يدمر أو يتلف زي كلمة destroy. إيه بقى اللي هو التلف؟ caused المسبب to the air للهواء by chemicals and waste بالمواد الكيميائية by chemicals and waste والمخلفات. يبقى طبعا دوت air pollution. air pollution يعني تلوث الهواء. Number 23. We use the suffix to get the adjective of environment. كلمة environment البيئة، علشان نحصل على الادجكتيف منها بنضيف لها برافو عليكم al فتبقى environmental. environmental يعني بيئي. Number 24. Points is the art of making a cloth by crossing threads. بإدخال الخيوط في بعضها كده، إنك تصنع ملابس عن طريق إدخال الخيوط باستخدام آلة معينة. الآلة دي اسمها ألوم اللي هو النول. طبعا دوت اسمه weaving النسيج weaving. 25. The antonym of connect. طبعا antonym يعني المضاد. كلمة connect يعني يتصل أو يرتبط، طبعا عكسها disconnect. Number 26. إبراهيم would like to set up his own business. كلمة set up اللي معناها ينشئ أو يبدأ means start يبدأ. 27. Nowadays في هذه الأيام we use modern ways of farming. هو عاوز antonym قلنا يعني إيه؟ برافو عليكم يعني المضاد. عاوز مضاد كلمة modern. مضاد modern يبقى traditional تقليدي. طبعا traditional تقليدي ديت adjective صفة جاية من النون tradition يعني تقليد. The prefix gives the opposite of appear. عكس كلمة appear disappear يعني يختفي. appear يظهر disappear يختفي. وقلنا النون appearance يعني الظهور و disappearance يعني الاختفاء. 29. All the floods الفيضانات broke down some coastal hotels. كلمة broke down اللي هو التصريف الثاني من break down هنا معناه طبعا destroyed دمر أو أتلف. break down معناها يعني يحطم أو يتلف، ومعناها يتعطل. لو مثلا قلنا the bus broke down يعني الأتوبيس تعطل. هنا الفيضانات broke down the hotels يعني أتلفت أو دمرت الفنادق. يبقى broke down هنا معناها destroyed أو damaged. the ink الحبر في البرينتر في الطبعة، يبقى طبعا عارفين كلمة cartridge اللي هي الجزء اللي بيتغير فيه الطبعة وبتحط فيه الحبر يعني. 31. to turn the color into the word color يعني عشان تحول كلمة color إلى adjective إلى صفة. color يعني لون، عاوز تقول بقى ملون أو ذاهب الألوان يبقى colorful. A is a tall plant نبات طويل. بعدين نقول بنصنع منه cups and chairs بنصنع منه الأكواب والكراسي، يبقى طبعا بامبو اللي هو الخيزران. 33. علشان نجيب الادجكتيف of sustain اللي هو يصون أو يحافظ على، الصفة منها sustainable مستدام اللي هي بتساوي renewable متجدد. sustainable تساوي renewable. عكسها طبعا unsustainable اللي بتساوي non-renewable. Write your results in a bar chart اللي هو الرسم البياني a bar chart.
something which is sustainable is لسه قايلينها دلوقتي sustainable مستدام بتساوي renewable متجدد. 36 عاوز هو السينونيم يعني المرادف من كلمة provide. provide يعني يزود أو يوفر أو يمد به يعني بمعنى يعطي give. The plants النباتات we grow التي نزرعها يعني نحن نزرعها on farms في الحدائق. النباتات اللي بنزرعها دي اسمها ايه؟ طبعا crops محاصيل. It's an easy lesson درس سهل. I'll explain it to you. easy هي مرادف كلمة برافو عليكم simple يعني بسيط easy. طبعا ناخد بالنا هو عاوز السينونيم يعني المرادف مش عاوز الاوبزيت او الانتونيم اللي هو المضاد او العكس. 39 كلمة enormous means بتعني huge ضخم enormous يعني ضخم أو هائل. كلمة make معناها يصنع وcreate يعني يخلق أو ينشئ دول بيساوي produce يعني ينتج produce. طبعا ما تلخبطش بين produce ينتج وintroduce أيوة يعني يقدم وكلمة reduce يعني يقلل. يبقى produce ينتج introduce يقدم reduce يقلل. 41 ممكن نستخدم wind ايه؟ wind اللي هي الرياح to produce energy لكي ننتج الطاقة. طبعا wind turbines اللي هي توربينات الرياح. points means special ability to do something قدرة خاصة انك تفعل شيء دوت power القوة power. 43 a or an is something to improve a difficult situation. improve يعني يحسن difficult situation موقف صعب او موقف مش كويس وعاوزين نحسن الموضوع دوت فبتبقى ديت initiative يعني مبادرة initiative. number 44 I didn't expect لم أتوقع expect يعني يتوقع. في كلمة برضو respect يحترم respect يحترم أما ديت expect يتوقع. وفي طبعا accept يعني يقبل. I didn't expect that gift كنتش متوقع الهدية ديت it's so فهي طبعا special خاصة ومميزة special. the word huge كلمة huge ممكن نستبدلها by can be replaced by enormous ممكن تستبدل بكلمة enormous يعني هائل أو ضخم زي كلمة huge. ناخد بالنا إن الجملة مثلا هل الكلمة ممكن نستبدلها ولا مش ممكن نستبدلها بيسألنا في المعنى ولا بيسألنا في المضاد كده يعني. number 46 all trees الأشجار breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتخرج الأكسجين لنا احنا فيبقى so they are لذلك هم ايه الأشجار يعني for us طبعا useful يعني مفيدة جملة كويسة تنفع مثلا في باراجراف ولا حاجة عن how to keep our city clean أو how to stop pollution ازاي نوقف أو نمنع التلوث أو ازاي نحافظ على نظافة مدينتنا. طبعا من ضمن الطرق اللي بنستخدمها في الحفاظ على النظافة أو في محاربة التلوث اللي هي planting trees زراعة الأشجار. وطبعا عارفين إن trees are useful مفيدة وبعدين نقول بقى because they breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. number 47 the is a force which attracts القوة force اللي بتجذب attracts بتجذب الأشياء لمركز الأرض يبقى طبعا حافظينها أنتم gravity اللي هي معناها إيه سنة تالتة برافو الجاذبية gravity. 48 سلمى studies the stars and the planets تدرس النجوم والكواكب. اللي بيدرس النجوم والكواكب بيبقى عاوز يكون astronomer عالم فلك مش استرونوت رائد فضاء. رائد فضاء دوت الشخص اللي بيسافر للفضاء في مركب أو سفينة فضاء اللي هي سبيس كرافت بيسافر فيها فيبقى ده اسمه استرونوت. إنما اللي بتحب تدرس النجوم والكواكب دوت استرونومر اللي هو عالم فلك.
49 places on the map seem to be near تبدو أنها قريبة but يعني لكن هي تبدو أنها قريبة ولكنها يبقى remote بعيدة هو عاوز عكس قريب يعني محدش يفكر ان هو هنا عاوز near معناها close يعني قريب لا هو بقول تبدو قريبة seem to be near but they are really ولكنهم حقيقة remote بعيدة يعني far يعني بعيدة. We add the prefix to get the opposite of the word popular. عاوزين ال opposite of popular يبقى unpopular غير شائع أو غير مشهور أو غير محبوب. The verb retired كلمة retired انتوا عارفينها يعني تقاعد means that someone stopped working يعني طلع معاش تقاعد عن العمل توقف عن العمل stopped working دوت retired اللي هو يتقاعد. The moon moves around the earth كلمة moves هنا معناها orbits يدور حوله orbit. Some fish have bright colors هو عاوز الانتونيم of bright عاوز مضاد كلمة bright مضاد bright هنا dull اللي معناها يعني كئيب أو بالنسبة للون يعني لون مش لامع أو مش ساطع إنما مثلا كلمة colorful يعني زاهي الألوان ورايت يعني صحيح وشايني يعني ساطع طبعا العكس هنا dull. 54 the word toiler اللي احنا حافظين معناها يعني عامل مجتهد أو مكافح بقول بتعني means someone who works hard يعمل بجد ناخد بالنا ان hard هنا كلمة hard هنا في الجملة دي في الكلمة دي adverb ظرف يعمل بجد أما كلمة hardly دي مش معناها بجد معناها بالكاد يعني تقريبا لا لأن hard من الصفات اللي بتكون نفس الظرف يعني زي كلمة fast سريع بسرعة برضو يعني fast hard مجتهد باجتهاد يعني برضو hard in vain يعني بلا جدوى بدون فايدة يبقى دي معناه means بتعني without success بدون نجاح يعني بدون جدوى بدون فائدة. Number 56 satellites اللي هي الأقمار الصناعية بترسل send lots of signals الإشارات وبرضو كلمة signal اللي هي إشارة التليفون برضو لا معنى إشارة التليفون عكس كلمة send بقى send يعني يرسل عكسها برافو عليكم receive يستلم جاي منها كلمة receiver اللي هو جهاز استقبال وهنا بقول كلمة allow اللي معناها يسمح is the same meaning نفس المعنى زي كلمة let يسمح بس الفرق ان كلمة allow بيجي بعدها مفعول وبعدين to والمصدر اقول هي allowed me to go سمح لي ان اذهب او I allowed him to go. اما كلمة let بيجي معناها بعدها الفعل الثاني في المصدر اقول he let me go هو تركني اذهب او I let him go تركته يذهب. 58 you don't have to طب مش مضطر انك plug it in مش مضطر تضع الفيشة plug اللي هو يوصل بالكهرباء يعني مش مضطر تحط الفيشة في الحيط او كده because it is لانه wireless لاسلكي مش مستخدم يعني مش عاوز توصله بالكهرباء لانه لاسلكي wireless. There are no mountains or hills in this land مفيش لا جبال ولا تلال فالأرض دي مستوية فتبقى كلمة فلات اللي هي لها معنى شقة لما بتكون نون يعني ولها معنى مستوي لما بتكون صفة adjective حتى مثلا عجلة العربية لو نايمة يعني مش ما فيهاش هواء بيسموها فلات تاير الإطار يعني بتاع السيارة. بعد كده نمبر 60 A or N is a person who travels into space الشخص اللي بيسافر في الفضاء اللي بيسافر في الفضاء يبقى ايه برافو عليكم astronaut رائد فضاء ده اللي بيسافر في الفضاء انما اللي بيحب يدرس النجوم والكواكب ده بيبقى عالم فلك astronomer. You aren't allowed انت غير مسموح لك to talk during the exam this means they ده معناه ان هم طبعا prevent you
from talking بيمنعوك لأن هنا بيقول ليس مسموحا not allowed. طبعا بعدها كلمة permit يعني يسمح أو يأذن، جاي منها permission يعني إذن، وليت يعني يسمح، فطبعا هي prevent يمنع عكس allow. To get the opposite of the word popular دي قلناها قبل كده، هنستخدم البريفكس on، يبقى unpopular يعني غير شائع أو غير مشهور. Number 63. The is an instrument used to make distant objects appear nearer. آلة بنستخدمها عشان الأشياء البعيدة distant objects الأشياء البعيدة تبدو أقرب، فطبعا معروف الجهاز دوت اللي هو التلسكوب مجهر. أفريقيا وإيشيا ويوروب دول كلهم برافو عليكم continents قارات مش countries دول، continents قارات. الصفة من continent اللي هي قارة، الصفة منها continental قاري. The doctor advised me to use طبعا عشان الأسنان يبقى braces اللي هو تقويم الأسنان أو دعامة تقويم الأسنان. To get the opposite of clear عكس clear unclear. إنها مثلا نفتكر مع بعض expensive يعني غالي، عكسها inexpensive بالآي إن في الأول. active يعني نشيط، عكسها inactive آي إن في الأول. Many people use social media too، وبعدين بقول they talk to each other بيتكلموا مع بعض، يبقى بيستخدموا السوشيال ميديا علشان يتواصلوا، فتبقى communicate. We add the suffix to make an adverb from the adjective successful. كلمة successful يعني ناجح، عشان نخليها adverb ظرف بنحط لها ly فتبقى successfully. The synonym of control مرادف كلمة control اللي يتحكم فيها أو يسيطر على manage. كريم can't go anywhere مش قادر يذهب أي مكان. ليه؟ he is not in his house because of the flood بسبب الفيضان، يبقى he is برافو stuck عالق in his house في منزله because of the flood. because of يعني بسبب، لو جه وراها verb بنحط في اي ان جي او يجي وراها noun لان معناها بسبب because of. اما because بس لو ما فيش of يعني لان بنعوز بعدها بقى جمله يعني فاعل وفعل. The prefix gives the opposite of fortunately. fortunately يعني لحسن الحظ. الopposite منها او الانتونيم unfortunately لسوء الحظ، يعني بتساوي unlucky او unluckily لسوء الحظ، unluckily لسوء الحظ. طبعا fortunately بتساوي luckily لحسن الحظ، اما lucky محظوظ unlucky غير محظوظ. أمال is a graduate of خريجة the faculty of medicine. a graduate يعني خريج، هنا noun عشان الآن. لو هي verb لو قلنا أمال graduated from تخرجت من the faculty of medicine. لو graduate الفعل يتخرج from، أما a graduate يعني خريج of. The is a person who rules a city or an area. الشخص اللي بيحكم مدينة أو منطقة، الشخص اللي بيحكم مدينة أو منطقة يبقى governor يعني حاكم أو زي محافظ يعني بيحكم مدينة. أما president يعني رئيس بيحكم دولة. 74. كلمة print اللي معناها يطبع ممكن تبقى noun بإضافة ER اللي هي printer طبعة printer. طبعا كلمة برينتر بنفتكر انك اللي هو الحبر، وبنفتكر كارتريدج ناخد بالنا من الحروف عشان ما تلخبطش بينها وبين كلمة كاريدج اللي هي تجرها عربة تجرها الخيول كاريدج، اما كارتريدج اللي هي الحبارة يعني. 75 we add the prefix to give the opposite of the adjective normal. عاوزين عكس كلمة normal فتبقى طبعا abnormal. شمس is clever ماهرة أو شاطرة أو ذكية. she has the to do this amazing job. لديها إيه؟ طبعا لديها skill مهارة، ناخد بالنا من السبيلنج. skill يعني مهارة. كلمة سلك دي معناها الحرير.
Number 77. The plane is enormous. مرادف كلمة enormous اتكلمنا فيها برضه قبل كده huge. huge مرادف كلمة enormous يعني هائل أو ضخم. كريم is angry. He must be كلمة angry يعني غضبان بتساوي هنا cross about what I did. يبقى كلمة cross لما تكون verb معناها يعبر، أما لما بتكون adjective معناها غاضب. My teacher told me not to be late again. هو أخبرني ألا أتأخر. He gave me أعطاني إيه؟ أعطاني طبعا warning تحذير، لأنه قال لي ما تتأخرش تاني. طبعا ما ينفعش أقول هنا إن هو أعطاني وعد بإيه؟ هنا تحذير warning. To get the adjective of hero. كلمة hero يعني بطل. علشان تكون adjective صفة ومعناها بطولي فيبقى IC فتبقى heroic يعني بطولي adjective صفة. To give the opposite of the word ability عشان نجيب الopposite من كلمة ability يعني قدرة، عشان نجيب العكس يبقى inability عدم القدرة، وفي طبعا برضو disability يعني إعاقة. inability عدم القدرة، disability إعاقة الإعاقة. أما كلمة able يعني قادر، able قادر هي able to قادر أن، ده عكسها unable باليو ان، يبقى able يعني قادر عكسها unable يو ان. ability عكسها inability. 82. buses don't pollute لا تلوث the environment. الأتوبيسات اللي هي الايه؟ اللي هي electric كهربائية. 83. is a vehicle with wheels that is pulled by a horse. مركبة بتسحب أو تجر by a horse بواسطة الخيول أو كده، طبعا كلمة carriage هي عربة تجرها الخيول. To get the adjective from the verb interest عشان نجيب الصفة من فعل interest اللي هو معناه هنا معناه يهم، الصفة منها interesting يعني مهم، أو interested لو بالإي دي يعني مهتم. الاي ان جي بنعبر بقى عن اسم الفاعل زي مهم زي مثير زي شيق مخيف مرعب كده، اما الاي دي بنعبر بقى عن اسم المفعول زي مثار مهتم مرعوب وهكذا. اخر جملة عندنا في جمل تشوز دلوقتي to make the adjective from the word success علشان نجيب الصفة من كلمة success اللي هو success يعني النجاح، فتبقى successful يعني ناجح. وإن شاء الله بإذن الله تكونوا كلكم ناجحين ومتفوقين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء دوت اللي حلينا فيه جمل التشوز. Until I meet you again, I wish you the best of luck. Goodbye.